السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. وفيديو ديال اليوم اللي غادي نحضر معكم واحد الحريشات بالفرماج اللي تيجيو رائعين ولذاذ بزاف بزاف وتيحبوهم الصغار والكبار. وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. عندي هنايا واحد الاناء اللي غادي نحضر فيه هاد الحريشات. غادي نضيف هنا الكاس الاول ديال السميده، هنا السميده رقيقه، سميده الحلوى اللي تنخدموا بها الحلوى. وغادي نضيف الكاس الثاني وغادي نضيف الكاس الثالث، يعني 3 الكيسان ديال العنبه، وهما باش غادي نعبر عفوا الماء، كاس ديال الماء دافي. وغادي نضيف هنا مليحه، شويه ديال الملحه. غادي نضيف نصف كاس من الزيت، زيت الروميه. وغادي نضيف هنا معلقه كبيره من السكر سنيده. هنا يمكن لينا نضاعفوا الكميه الا كان بنادم هكا شويه كتير. وعندي معلقه صغيره من الخميره الكيماويه، معلقه صغيره من الزبده تكون بحراره المطبخ. وغادي نقبت الكاس الماء اللي انا الكاس اللي عبرت به هاد السميده هو باش غادي نعبر الماء كاس دافي. وغادي ندير فيه نوضع فيه معلقه كبيره من خميره الخبز. غادي ندوبها بهذه الطريقه هذه، غادي نحركها واحد شويه وغادي نخليها تذوب هنا الخميره في هذاك الماء. وغادي نبدا نبسبس هاد السميده في الزبده والزيت حتى ندخل مزيان هذيك الزبده والزيت في هاد السميده. يعني هنا فين تخدم مزيان، لان الا جمعناها بالماء ما كندير لها ما والو. ولكن هنا فين خصها تخدم بالزيت، كتدخل مزيان ديك الزويته. عاد تناخذ الكاس اللي فيه الماء دافي مع الخميره وكنبدا تنجمع به هاد السميده. راها ساهله بزاف بزاف، تنحضرهم هكا في الكوتي للدراري تيحماقوا عليهم. هنا زدت 2 معالق كبار الماء، يعني الا حسيتي هكا خاص شويه الماء 2 معالق اللي زدت على داك الكاس اللي وريتكم. كما شفتوا غير جمعتها باطراف الاصابع، ما دلكتها ما والو. وغادي نخليها ترتاحي واحد 4 ولا 5 دقائق. كما شفتوا راه تجمعت هنا، ما بقاتش جاريه كيف عجنتها، راه كتشرب هذيك ميها. وغادي نجيب هنا اما غطا ديال القرعه اولا عندك شي سيخكل هكا صغير، راني كنخدم فيه هاد الحرشات تيجيو واعرين. وكناخذ واحد شويه ديال العجين تنديرو في وسط يديا بحال هكا تنحطها. وغادي ندير هنا الجبن. هاد الجبن تيبقى اختياري، ممكن ما نديروش كاع، ممكن ناخذوها هكا تنقبتي فرماجه وكنقسمها على 2 وتندير النص ديالها في اللي حب يدير الفرماج يديرو، اللي ما بغاش راه تيجيو حتى هكاك عاديين مزيونين تيجيو فنين. وانا اختاريت اليوم ندير هكا بالفرماج. والفرماج اي نوعيه اولا الجبن اي نوعيه حبيتو ممكن تعمروا بهم هاد الحرشات، راه تيجيو لذاذ بزاف بزاف. وكندير واحد شويه السميده في القاع ديال السخكل، وكنخشي هذيك العجينه اللي انا درت فيها كما شفتوا معايا تنحفر حفيره. وكنوضع الفرماج وكنسد عليه وتنكركب بين يديا هكا. وكندير شويه السميده في القاع ديال السخكل اولا الغطا ديال القرعه. تنضغط هكا بصباعي حتى تيتقاد ليا الشكل اللي بغيت. وكنستمر حتى تنكمل الكميه اللي عندي. كما شفتوا هنا راه كملت، خرج لي هذا القياس هذا. وكندير المقيله حتى تسخن. انا عندي هنا المقله اللي ما كتلصقش. من بعد ما سخنات كنوضع هاد الحريشات فيها كما شفتوا، كنهزهم وكنوضعهم فيها هي سخونه. وغادي نقابلهم هنايا. هنا من الاحسن ما تكونش النار ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف، تكون متوسطه، لان الا كانت ناقصه بزاف راه تيبقاو تيطولوا في الطياب وتيبسوا. وإلا كانت القياس يعني راه تيتبوا هكا مهيلين وزوينين. وإلا كانت ثاني مجهده بزاف كيتشوطوا، يعني ما كيتبوش من الداخل، تيتشوطوا من الفوق، يعني كيتحمروا بزاف وتيبقاو من الداخل خضرين. اللهم كندير العافيه في الوسط، ما مجهده ما ناقصه بزاف. كما شفتوا معايا هنا تنبدا نقلبهم. اللي طابت كنحيدها واللي باقي ما طابت كنزيدها هكا للوسط. وانا تنستمر حتى تنكمل هذه الكميه ديال هاد الحرشات، راه تيجيو واعرين صدقوني فنين هكا. الكوتي بزاف كنديرهم انا، الكوتي للدراري تيحماقوا عليهم. وهذاك الجبن اللي قلت لكم تيبقى اختياري، راه شحال مره درتهم هكا بلا جبن وتيجيو لذاذ بزاف بزاف بزاف. وإلا بغيتوهم حلوين ندير واحد شويه ديال الملحه ونضيف السكر زايد ونديرهم حلوين بالعسل تيجيو تاني واعرين. كما شفتوا معايا الحريشات ديالنا هما هادو ديال اليوم.
غادي نقسم معكم وحده. هنا شي الفرماج راه تيبان لداخل، تيجي لذاذ بزاف. الفرماج في حقيقه تيلذذهم، تيزيدوا من لذه اخرى